حادثة سير جديدة أودت هذه المرة بحياة 8 أشخاص على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء وسطات إثر انقلاب حافلة فجر اليوم كانت قادمة من إنزجان في اتجاه مدينة وزان. الحادثة خلفت أيضا 18 مصابا بجروح، 4 منهم إصابتهم بليغة. المزيد مع أمين هناوي والحسين الوفقي. على مدخل الطريق السيار بمدينة سطات في اتجاه الدار البيضاء وعلى الساعة 5 صباحا وقعت حادثة سير مروعة راح ضحيتها 8 قتلى وأكثر من 25 جريحا، حالة بعضهم خطيرة. الحافلة القادمة من أكادير في اتجاه مدينة وزان زاغت عن الطريق بفعل السرعة المفرطة واصطدمت بحاجز إسمنتي قبل أن يجد الركاب أنفسهم بين قضبان السكة الحديدية. عطل في أكادير كان باغي يخرج في العشرة، ما خرج حتى ل 11 وربع، من تما غير كيضرب لي في الطريق. ما عرف كيطرى ليه تما، هرب ليه الكار ولا ما عرفاش طرى ليه ودخل مع داك لابيست. تخلعنا بزاف، كنا ناعسين، ما مشاو جا الكار بينا ما نغوتو صافي، ما شفنا لا شيفور لا والو. ماتوا الناس بزاف. الصورة زعما مفرطة ما كاينش، وسميتو انا منعس ما عرفتش شنو وقع. فاش دخل نمشي 400 متر باش ندخل للفوسي تسمعنا كل ما كانت القنطره ديال السكه ديال الماشينه الا حبساتو كره طحنا كاملين لتحت. الاسباب الحقيقيه وعلى حسب الشهود داز الناس الناجين من الحادثه ان كانت السرعه مفرطه، ان السيد ديال سائق الشاحنه كان متاخر على الوقت المحدد للرحله بساعه، يعني اضطر باش يربح ذاك الوقت خلال الطريق. الجرحى تم نقلهم صوب قسم المستعجلات بمستشفى مدينة سطات لتلقي العلاجات اللازمة، فيما يخضع 3 منهم للعناية المركزة جراء إصابتهم بكسور خطيرة. كنا ناعسين ويمكن الشيفور اللي نعس وصافي بقى الكار مشى بينا، دخل بينا في واحد الحديده ويدخل في واحد القنطره، بقى النص طاير في السماء والنص في الارض. ما توصلنا بالخبر قمنا بتجنيد عده اطر طبيه وتمريضيه واداريه لتقديم الاسعافات الاوليه والمستعجله، وبعد الفحوصات التخصصيه والاشعه والتحليلات تبين ان هاد 25 حاله فيهم 3 الحالات ديال الخطوره. السرعة المفرطة تقتل من جديد على طرقات المملكة، وهذه المرة بالطريق السيار، والحصيلة تقيلة 8 قتلى كانوا متجهين نحو مدينة الدار البيضاء ووزان ليكون الموت قدرهم على مدخل مدينة سطات. خارج المدار الحضري دائما وغالبا بسبب السرعة المفرطة وقعت يوم أمس 50 حادثة سير قتل على إثرها 6 أشخاص وأصيب 26 آخرون بجروح بليغة، بينما بلغ عدد الحالات أو الإصابات الخفيفة 53 حالة، وذلك حسب ما وفتنا به مصالح الدرك الملكي. أما داخل المدار الحضري فقد لقي 24 شخصا حتفهم وأصيب 1353 آخرون بجروح، من بينهم 84 إصابتهم بليغة في 1023 حادثة سير بدنية وقعت خلال الأسبوع الممتد من فاتح إلى 7 أكتوبر الجاري.